يا عمي بكفي، يا عمي بكفي عرض ازياء، يا عمي بكفي مشان ربنا. بدل ما انت عامل عرض ازياء بجبات ومنصات استقبال ومنصات ارسال ومنصات عشان انت تظهر للعالم انك انسان عامل فيها انتصارات وانتصارات كذاب ورنانه، وسايب الشعب بلا مي بلا مأوى بلا ماكل في شمال غزه. بكفي يا عمي، يا عمي احنا مرميين في الشارع. بكفي استعراضات. بدل ما انت عامل استعراض وعامل عرض ازياء، روح لفلف وجيب مي، وفر للناس حياه، وفر للناس مي، وفر للناس اقل حاجه بس شريطه تستر حالها فيها. بدل ما انت قاعد بس لعرض الازياء وقاعد للشعارات الرنانه وقاعد للانتصار الوهمي، والعالم كلها قاعد تطلع. لمين تستعرض انت؟ لمين تستعرض؟ هو ضايل شعب يتحمل؟ هو ضايل شعب ولا ضايل دور ولا ضايل شجر في غزه يتحمل؟ بكفي مشان ربنا يا عم، يا عمي بكفي. احنا قاعدين بدهم يهاجرونا من داخل غزه، وانت عامل قاعد فيها بتعمل عرض ازياء وقاعد تستعرض للناس وبتستعرض للدول وبتستعرض لامريكا وبتستعرض بكفي يا عمي. احساب مين قاعد تستعرض انت؟ انت قاعد بتعمل عروضات على حساب مين؟ على حساب مين؟ بكفي معاناه، بكفي ذل، بكفي استهتار بارواح الشعب. يا عمي ما ضل الشعب عشان احنا بنقول لك بكفي عن جد، لان احنا رجعنا على دمار وخراب. يا عمي بدل ما انت عامل استعراض وعامل عروضات قاعد على دم الشعب ومعاناه الشعب، روحوا دبروا مي للشعب، دبروا اكل للشعب، دبروا حياه للشعب، وفروا وافتحوا طريق للشعب يقعد، بدل ما هو الركام والدمار اللي هائل اللي احنا رجعنا ليه على الشمال مش ملاقيين حياه. بكفي. حسبي الله وانت نعم الوكيل، مشان الله.